تورتة العيد اللي ما اكتملتش. كان يوم خميس وقسم الحلواني شغال بأقصى طاقته. العيد داخل والطلبات على التورت ما بتخلص. شيف مصطفى الشهير بديشة شيف شاطر، معروف بلمسته في تزيين التورت. بس اليوم ده الأمور خدت منحنى تاني خالص. كان في طلبية كبيرة لتورتة عيد ميلاد لطفلة صغيرة، طلبية VIP والكل مركز فيها. الساعة 10 الصبح الشيف مصطفى بدأ التحضير. الكيك اتخبز والكريمة اتحضرت، لكنه نسي حاجة صغيرة جدا. نسي يغسل ايده بعد ما مسك كرتونة البيض الني. قال في نفسه مش مشكلة، الكريمة هتتزين من فوق والوقت بيجري. الساعة 1 الظهر التورتة خلصت واتغلفت وخرجت كمان للعميل. الساعة 6 المغرب رن تليفون المصنع. أيوة أنا العميلة اللي خدت منكم تورتة VIP. قسم الشكاوي معايا، في مشكلة كبيرة حصلت مع تورتة طالعة من عندكم النهاردة. كان صوت الأم واضح فيه القلق والغضب. بنتي كلت منها وبعدها بساعتين بدأت ترجع وسخنت جدا، ودخلنا الطوارئ والدكتور قال إنها حالة تسمم غذائي. أول حاجة القسم عملها بلغ فريق الجودة يراجعوا التسجيلات، راجعوا الكاميرات كلها من أول التحضير لحد التغليف. واتفاجئوا بقى باللحظة اللي قلبت كل حاجة. الشيف مصطفى بعد ما كسر البيض مسك بنفس الإيد اليمين وبدأ يضرب بيها الكريمة من غير ما يغسل أو يغير الجوانتي. كان مستعجل والإنتاج وراه، بس السالمونيلا كانت أسرع. فريق سلامة الغذاء تدخل فورا. التورتات اللي خرجت في نفس الفترة اترفعت من السوق، وتم إرسال عينة من الكريمة لمعمل التحاليل، والنتيجة كانت صادمة، لقيوا فيها سالمونيلا. المصنع اضطر يبلغ الجهات الرقابية وحصل تفتيش مفاجئ. الشيف مصطفى تحول للتحقيق وتم إيقافه عن العمل مؤقتا، مش لأنه سيء، لكن لأنه نسي إن خطوة صغيرة ممكن تعمل كارثة كبيرة. المدير العام اجتمع بالقسم كله وقال جملة واحدة: إيدك أهم أداة معاك وأخطر سلاح ضدك. العبرة في سلامة الغذاء إن الحاجة اللي ما بتتشافش ممكن تأذي أكتر من اللي بتتشاف، وغسل الإيد مش خطوة زيادة، ده خط الدفاع الأول. لو عجبتك الحلقة اعمل اشتراك وشيرها لزميلك.